هذا ولزم المقام أن يذكر فيه بهذا الذي يحدث في بلادنا مصر، فإننا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الشركيات التي بثت على القنوات الفضائية المصرية ولمدة 3 أيام بلياليها على التوالي، وذلك بمناسبة موت عظيم النصارى شنودة المسمى بنظير بن جيد. إننا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الطقوس الشركية التي ظهرت على القنوات الفضائية المصرية من غير نكير، ونعتذر إلى الله سبحانه مما صنعه أعضاء مجلس الشعب المصري من وقوفهم حدادا على هذا الذي قد مات. أعلن براءتي أمام الله من كل دين يخالف دين الإسلام. نعلن براءتنا أمام الله من أي شخص يدعي أن الله له ولد، من أي شخص يدعي أن المسيح ابن الله، من أي شخص يدعي أن الله هو المسيح ابن مريم، من أي شخص يدعي أن الله ثالث ثلاثة. نعلن براءتنا أمام الله من أي شخص يكذب بالقرآن ويقول إن المسيح صلب، ورب العزة يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أعلن براءتي أمام الله من هؤلاء الذين يتمسحون برجل مشرك قد مات ويطلبون منه مغفرة لذنوبهم ويسجدون له. نعوذ بالله من هذا الضلال، نعوذ بالله من هذا الضلال. فربنا سبحانه لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، وربنا سبحانه لم يكن له شريك في الملك. صدق الله إذ قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نبرأ إلى الله من هذه المظاهر الشركية التي ظهرت على التلفزيون المصري وعلى غيره من القنوات الفضائية من غير نكير. نبرأ إلى الله من هذا التكريم الذي حدث لشخص عاش طيلة حياته مكذبا لربه يدعي أن الله له ولد، وكبرت كلمة تخرج من فم قائلها إن يقول إلا كذبا. نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من شخص مكذب برسالة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ومكذب بالقرآن. إن ربنا قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هكذا قال ربنا. فيطيب في هذا المقام أن نذكر بكتاب ربي في شأن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. يكفي أن أذكر بقول الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يكفي أن نذكر بقوله ويتكلم في المهد قائلا أول ما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى عليه السلام أول ما أنطقه الله في المهد تلفظ بقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هكذا قال المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. لقد قال الله في كتابه الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب
ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فنبرأ إلى الله من كل ما يخالف كتابه، نبرأ إلى الله من كل ما يخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن ربنا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذا ولقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فهل رب العباد يأكل الطعام؟ هل رب العباد يأكل الطعام؟ وهل رب العباد يسعه بطن امرأة؟ ومن الذي كان يعبده إبراهيم عليه السلام قبل أن يأتي عيسى؟ ومن الذي كان يعبده موسى عليه السلام قبل أن يأتي عيسى عليه السلام؟ فنبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام، ونبرأ إلى الله من شخص اتخذ مع الله إلها آخر، ومن شخص جعل المسيح ابنا لله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة اللي بيحصل ده يا شيخ، بالنسبة للشمول ان المسلمين يطلعوا وراه الذي يحدث طقوس الكفر وشعائر الكفر تبث في مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونخشى أن يلبس على المسلمين أمرهم. فالذي يحدث شرك وكفر وضلال. ميت يقف ويسجدون له ويتمسحون به، وقد كان طيلة حياته مكذبا لربه، إذ كان يقول المسيح ابن الله، إذ كان يقول إن المسيح صلب، إذ كان لا يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. فيجب أن نكون واضحين في بلاغنا لعباد الله، لا نضلل عباد الله، فنتمنى أن يهدي الله نصارى مصر ولا يموتوا مثل هذه الموتى على عبادة لغير الله سبحانه، أو على اعتقاد زائغ بأن الله له ولد. نسأل الله أن يهديهم لتوحيد خالقهم، فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.